غريبه قوي. عبد الرازق ما جابليش سيره بالموضوع ده خالص. لو اتفق مع انيسه انها تهرب معاه كان قال لي. ده ما بيخبيش عني حاجه ابدا. ما يمكن خاف لا تزعل لو عرفت حاجه زي دي. لا 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 ممكن يعمل كده. ده راجل متجوز وعنده عيال، وانتوا عارفين ظروفه لا مؤاخذه على قده. يعني برضه لا مؤاخذه لا يمكن يقدر يصرف على حرمه تانيه. عندك حق، كلامك مظبوط. اي مش قلتلك يا عديله اللي هيديك المفيد سي محمد خفاج؟ يعني هي ما جاتش عندك يا ام بديعه؟ ايوه عليكي، هي سيره ما قلنالك اتفقت تعدي عليا عشان نروحوا لك لاسبيتاليا وما عدتش. خلينا فيك انت يا جمال. طمنيني عليك يا عدوله، اخبارك ايه دلوقتي؟ خلاص يا مرة، ما بقاش عليكي غير قعدة الدكاكين. الله الله الله، رايح حسب الله. وهي الدكاكين مش زي الخماره ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا سي محمد، اصلاني روحت البيت وانا كنت شارب كاسين وجعان ما لقيتهاش. الخمره اللي شرباك يا اخويا، مش انت اللي شاربها. سيبوكوا بقى من المواضيع دي، خلونا في قصه الولايه اللي غايبه. مين غايبة فين وقاعدة؟ انا مالنا احنا غايبة ولا؟ ما تقومي يا مرة تغديني. عليك وعلى تحكيمة رأيك. لا مؤاخذة يا سي محمد، أي ما ياخدش معايا ولا قاعدة؟ هنروح هنقعد نعمل ايه؟ روحي ده يا عدوله كده برضه. خليكي معايا اما نخلصوا شويه شغل ونركبوكي حنطور. يلا احنا بينا يا سي حسب الله. يلا يخرب بيتك ملاية قطيعة تقطع النسوان وطفشانها. ده انتي تقتلي القتيل وتمشي جنازته ونلطمه ونعدده كمان. ده يروح ما بعدك روح يا اخوي. بس ايه رايك في الحركه القنطه اللي انا عملتها ودخلت عليكم عشان اخدك دي؟ ايوه ده انت نجدتني. الوليه رايحه تعصر فيا من ناحيه ومحمد خفاجه مش داخل نفخه كلام من ناحيه. ما انا خفت بقى لا محمد خفاجه ده يدحلبك في الكلام، تعب كلمه كده ولا كده. مين ده اللي يدحلبه؟ ده الوليه كانت عايزاني نحلف وانا ما كنتش راضيه، وفي الاخر حلفت بقى وخلاص. ده انا اللي دافن المره بايديا دول، صدقت. طب انت رايح فين دلوقتي؟ هنوصلوا لحد الزريبه نشوفوا خلصوا الطلبيات ولا لسه ونرجعوا لك على طول. ايه قولك نبعت نجيب غدا؟ لا ما نقدرش، أنا لازم نروح البيت. ما تعوقش وحياتك يا سي محمد. أنا نقدر. جماله يا جماله، مسافة السكة ونكون هنا. نورت يا ست الكل. نجيبوا لك حاجه تشربيها؟ لا تشكر، ما تخيلتش بالمعلم عبد الرازق النهارده. ايوه، انا لمحته قاعد قدام دكان ابو احمد النص. نعم يا اختي. انيسه دي ايه؟ انيسه يا عبد الرازق. ايه يا اخويا ما تعرفش انيسه؟ اني ايه؟ انيسه انستينا يا حبيبتي، ما نعرفهاش. قلتلك ما نعرفهاش، انا حتى ما نعرفش الاسم ده. يعني يا اخويا لو عايز تتجوزها نجوزها لك، بس دلني على مكانها، عايزه منها حاجتي. جوازي وهباب ايه؟ هو انا ناقص رزاله ولا هاني خالي؟ انا عندي مره وعيال لا قادر نبص في وشهم ولا قادر نوكلهم، تقولي لي جواز؟ يلا روحي شوف الحرمه دي لافت على مين؟ راحت تاكل لحمه ولا راحت ولا يعني مش ناوي تدلني على مطرحها يا عبد الرازق؟ ازاي يا مره انت تنطقي اسم من غير معلم؟ انا المعلم عبد الرازق، وانا ما نعرفكيش انت كمان. ويلا من هنا بقى نوري قبل ما الرساله بتاعتي تطلع على وشك اعتمهولك. يلا بنت يلا. ومين فيهم اللي عايز الولية ومين فيهم اللي هيعيشها؟ يا اخي تلاقي هي ناقصه غباوه. لا يا اختي حقي برقبتي، أنا مش رايحه نقعد في الحاره دي. الناس بدات تتودود علينا ونخاف الكراكون يشم خبر نتعك فيها اوانطه. عايزه تعزلي؟ هتروحي فين؟ اي داهيه في اي حته تانية. أنا لما يصبح الصبح هنروح ننزل ندور على مطرح فاضي. والدلعادي اللي لسه ما رجعش من بلدهم لحد دلوقتي يجي يلاقيكي عزلتي؟ يا اختي ينفلق، وهي رايحه نعمل له ايه؟ هو مش قاعد جنب امه؟ خليها تنفعه. براحتك، احنا هنا اخوات وهناك اخوات، مطرح ما تسكني انا ما يهمنيش الا راحتك.
ايه؟ اتخانقتي مع اختك ريا؟ ابدا، انا زهقت من الحاره دي، اصلها حاره شو. يعني من ساعه ما سكنت فيها ما شفتش خير ابدا. ازاي بقى؟ انتي مش قلتيلي ان الشغل ماشي عال في الغرزه اللي كنتوا عاملينها؟ وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اهو البوليس فضل رايح جاي علينا لحد ما قفل المنظره اللي كانت بتوكلنا عيش. طب ورثتي بقى هتسكني فين؟ انت ما تعرفيليش مطرح كويس. فاكره بيت الجمال اللي كنتي ساكنه فيه في ماكورس؟ يا ريتني ما عزلت منه. يا اختي ماله الجدع اللي قاعد هناك ده يا اختي؟ عمال بيبحلق فيا طول ما هو قاعد كده. تقصدي مين؟ اللي قاعد هناك ده عمال بيشرب في الجوز. قصدك الولا سلامه؟ ويطلع من ابو عننا عايزين يتخزقوا دولي. يا اختي ده شغال على العربيه كارو ولا كسيب، الا من حق. عامله ايه مع جوزك؟ عبد العال. انتي متجوزه غيره؟ انت يا اختي ما تعرفيش اني متطلقه منه. احي، ما قلتليش على الحكايه دي. حتى ريا ما تعرفش، خفت نقول لها تشمت فيا. طلقت من شهرين بسبب امه. طب هو لسه عايش معاكي؟ ايوه عايش معايا، هيروح فين يعني؟ من غير جواز يا سكينه؟ ما هو مرضيش يرجعني ابن الكلب. وانتي ازاي ترضي؟ هنعمل ايه بس يا اختي؟ بنحبه وما نقدروش نستغنى عنه، ولو ان مفيش راجل يستاهل ان الواحده تجري وراه. كلهم عايزين الحرب. شفتي بقى اني مريحه نفسي ازاي؟ قلتيلي الولد ده بيشتغل ايه؟ تعال يا ولد، هات لي ربع. يا ليالك، انت لسه ولا هتقعد بعيد عني وتبحلق فيا؟ تعالى يا ولد، تعالى اقعد معايا. كلميني انا؟ امال بتكلم امك. تعالى. اقعد اتلقح هنا اهو. انت بقى اسمك سلامه؟ وعارفه اسمي؟ ونعرف اسم امك كمان لو عاوز. انت مش متجوز وعندك عيال وامك عايشه وياكم؟ ايوه. امال سايبهم ليه عن امك وداير ورايا؟ بلاش الربع وهات بنورة كونياك وشويه مزه. منوره بحالها؟ ما تخافش يا اخويا، انا اللي عازماك. ما قلتليش بقى انت داير ورايا كده ليه زي الكلب الحيران؟ بنحبوكي وما نقدروش نبعدوا عنك. ينيلك يا ولد، من امتى الكلام ده؟ من يوم ما شفناك في قهوه المعلمه مريم الشاميه. هو انت لحقت؟ ده من يومين بس. هو ده بقى اللي حصل. نمت صحيت لقيت نفسي بنحبوكي. طب ومراتك هتعمل فيها ايه؟ وهي مالها؟ انا حر. خرب بيتك، ده انت مستبيع بقى. انت ولا مش عارف ان ويايا راجل؟ طب وايه يعني؟ ماني معايا مره. ده لو شافك معايا قطعك حتت ويرميك للكلاب. طب يجي كده يقرب مني وشوف مين اللي هيقطع التاني. احي، جامد قوي يا ولد، مش كده؟ انا قدامك اهو، عيني شوفي. يخرب بيتك، كلامك يا ولا هيلف دماغي قبل ما نشرب كاس. اشرب اشرب يا منيل، الهي تتواكس. بتحبني يا ولا؟ وما نقدروش نستغنوا عنك. ده باينني الليله دي هتبقى حلوه قوي. اشرب يا سلمتي، في صحه عبد العال.